مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 2007 اتعرض على شاشات السينما المصرية فيلم الجزيرة اللي من بطولة أحمد السقا ومحمود ياسين وخالد الصاوي وهند صبري وإخراج شريف عرفة، ومكتوب في التتر بتاعه إنه مستوحى من أحداث حقيقية. الفيلم بيحكي عن قصة منصور الحفني اللي هو في الحقيقة عزة الحنفي، واحد من أشهر أباطرة المخدرات في صعيد مصر، واللي فرض سيطرته على جزيرة النخيلة بمحافظة أسيوط خلال التسعينات وبداية الألفية الجديدة. عزت محمد حسن الحنفي اتولد في جزيرة النخيلة ونشأ في بيئة يغلب عليها الفقر، لكن طموحه ورغبته في الصعود خلته ينخرط في تجارة المخدرات، وبدأ يبيع كميات صغيرة من الحشيش والأفيون، وسرعان ما توسع في زراعة البنجو والخشخاش اللي هي المادة الخام للأفيون داخل أراضي الجزيرة اللي وفرت له الحماية بفضل طبيعتها الجغرافية الصعبة. ومع مرور الوقت استطاع عزت بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة من تجارة المخدرات، مستغل ضعف الدولة في فرض سيطرتها على المنطقة بعد ما نجح في تشكيل شبكة علاقات قوية مع بعض ضباط فاسدين ومرتشين، وده اللي ساعده على تفادي الملاحقات الأمنية لفترة طويلة. وفي منتصف التسعينات أصبحت جزيرة النخيلة مملكة خاصة لعزت، وبقت دولة جوه الدولة، وبدأ يفرض قوانينه الخاصة، وأصبح أهل الجزيرة بيخضعوا الحكم. وكان بيملك جيش من المسلحين اللي بيحموا تجارته ويأمنوا الجزيرة من أي تهديد خارجي. الحنفي كمان ما اكتفاش بزراعة وتجارة المخدرات، لكن وسع نشاطه الإجرامي ودخل في تجارة السلاح، وكان بيزود بعض الجماعات الإجرامية بالسلاح، وده طبعا زود من قوته ونفوذه. مع مرور الوقت أصبح الحنفي يلقب بإمبراطور الصعيد، وبدأت شهرته تمتد خارج الجزيرة ومحافظته، وبقى حديث المصريين، وده اللي خلى الداخلية في الوقت ده تقرر إنهاء أسطورته بعد ما تحداها علنا سنة 2004، واللي عبر عنها السقا في فيلم الجزيرة بمقولته الشهيرة: من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة. الداخلية عشان تقدر تواجه الحنفي حشدت آلاف الجنود والضباط مدعومين بأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في واحدة من أكبر الحملات الأمنية اللي شهدها الصعيد. وطبعا لأن الجزيرة كانت محصنة بشكل كبير، فدارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين على مدار أيام، وبدون خوض في تفاصيل الاشتباكات كانت الغلبة في النهاية لصالح الداخلية. وخلال محاكمته حاول عزت إنكار التهم الموجهة ليه، وقال إنه كان بيقدم الخدمات لأهل الجزيرة، وقال إنه كان بيساعد الداخلية في القبض على المجرمين. وفي سنة 2006 صدر الحكم بإعدامه شنقة مع شقيقه حمدان الحنفي، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على عدد من أفراد عصابته. وتم تنفيذ حكم الإعدام في نفس السنة عشان تنتهي أسطورة الصعيد عزة الحنفي. خليني أقول لك يا صديقي العزيز إن الفيلم بتاع السقا كان فيه مبالغات كتير، زي قصة كريمة اللي قامت بدورها هند صبري، واللي ملهاش أي أساس من الصحة في القصة الحقيقية. لكن كمان في نفس الوقت الفيلم سلط الضوء على استخدام الداخلية المجرم خارج عن القانون، وقامت برعايته من أجل مصالح شخصية لبعض الرتب، وده اللي خلاه فيلم قوي وبيناقش مشاكل حقيقية في الوقت ده، على عكس الوقت الحالي في عهد السيسي اللي غايب عنه أي عمل فني بيناقش الفساد أو الفقر. ولو لقيت عمل فني لازم يقولك إن الأحداث دي قبل السيسي. المهم، ومن كام يوم رجعت قصة عزة الحنفي دي من جديد، لكن المرة دي كان بطلها خط جديد للصعيد اسمه محمد محسوب، واللي قلب مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أعلنت الداخلية تصفيته في حملة أمنية كبيرة استخدمت فيها قوات خاصة. يا ترى إيه هي حكاية خط الصعيد الجديد محمد محسوب، وإزاي النظام السيسي بيرعى المجرمين والخارجين عن القانون؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. وأبرأ أمامكم وأمام الله أني لن أقوم بارتكاب جريمة واحدة من 1200 قضية لفقت لي باسم الدولة وقانونها. بعض رجال الداخلية الذين يستخدمون الكرسي والدولة وقوتها بالافتراء على الناس ظلما وعدوانا قتلوا المئات باسم التصفية التي لا ينص عنها القانون. أهلا بيكم. في قلب الصعيد وتحديدا في قرية ساحل سليم التابعة لمحافظة قنا، ظهر اسم محمد محسوب كواحد من أخطر المطلوبين أمنيا. وعلى غرار عزة الحنفي اتلقب بخط الصعيد الجديد بعد ما فرض سطوته بالسلاح وسطر اسمه
كأبرز الخارجين عن القانون حسب رواية الداخلية. لكن قصة محسوب مش مجرد حكاية مجرم، لكنها مثال على إزاي الفقر والعنف والفساد وغياب القانون ممكن يصنعوا شخص بالشكل ده ويكون خطر على الدولة. خط الصعيد يدعى محمد محسوب إبراهيم أحمد عبد العزيز. اتولد في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم محافظة أسيوط، وترعرع فيها لحد ما ذاع صيته بارتكاب العديد من الجرائم وفقا للسجل الجنائي الخاص بيه. وصلت ل 44 جناية بإجمالي أحكام بالسجن والسجن المؤبد، وصلت ل 191 سنة في العديد من الجرائم المختلفة. محمد محسوب اتولد في بيئة ريفية بسيطة وسط عيلة مش كبيرة ولا قوية في البلد، لكن من صغره كان معروف بعناده وقوته، وكان عنده شخصية قيادية بس في الاتجاه الغلط. ومع الوقت بدأ ينحرف ناحية العنف، خصوصا مع انتشار السلاح في الصعيد وسهولة الحصول عليه. في البداية زي كتير من شباب القرى كان محسوب بيشوف إن السلاح وسيلة للدفاع عن النفس، وكانت المشاكل العائلية والخلافات القبلية جزء من حياته. ولأنه كان دايما ميال للعنف بدأ يعتمد على السلاح لحل مشاكله بدل من الحلول الودية أو اللجوء للقانون. بعد فترة دخل محسوب في مشاكل مع عيلة كبيرة في البلد، ومن هنا بدأ يتسلح أكتر ويكون مجموعة من الشباب، وشوية شوية بدأ ياخد خطوة مش بس لحماية نفسه لكن للسيطرة على الوضع حواليه. وطبعا الدولة في الفترة دي كانت مشغولة بقضايا تانية، ومع ضعف الأمن في بعض المناطق بدأ محسوب يستغل الوضع ويكبر شغله. اتورط في تجارة السلاح والمخدرات، وكان بيأمن طرق تهريب السلاح بين المحافظات، والشرطة كانت عارفة اسمه، لكن القبض عليه كان صعب لأنه كان بيتحرك بحذر. وعنده شبكة من الناس اللي بتبلغوا بأي تحركات ضده، وعنده كمان ناس جوه الأجهزة بتبلغوا بأي عمليات أمنية جاية عليه. بعد ما اسمه كبر بدأ محسوب يفرض سيطرته مش بس على قريته لكن كمان على القرى اللي حواليه، وبقت الناس تخاف تعارضه، واللي كان بيختلف معاه كان مصيره معروف وبقى سلم لي على الداخلية. لكن كمان بعض الناس شافوه زي حامل غلابة، لأنه كان بيساعد بعض الفقراء وبيحل المشاكل العائلية بطريقته الخاصة، خصوصا أنه بيمتلك لغة وخطاب قوي زي ما شفناه بيتكلم في فيديوهاته. محسوب تزعم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم، ضمت 7 عناصر تانيين بينهم شقيقه كريم ونجله قاسم الشهير بصقر، وكان بحوزتهم ترسانة أسلحة نارية ضمت جرينوف وأسلحة متعددة وبنادق آلية وخرطوش وسلاح RPG وقنابل F1، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر. وبعد سنين من هروب محسوب الداخلية قررت تواجهه وعملت عليه حملة أمنية كبيرة بعد ما تصدر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح حديث المصريين خلال الأيام اللي فاتت. وقامت مديرية أمن أسيوط بوضع خطة لاستهداف خط الصعيد وأعوانه بمنزله وسط بساتين الرمان. الداخلية للمرة الأولى استخدمت وحدة البلاك كوبرا الخاصة، بالإضافة لخبراء مفرقعات وأسلحة ثقيلة، وقامت بالاشتباك مع محسوب ورجالته عشان تتمكن من تصفية وإنهاء أسطورة خط الصعيد الجديد محمد محسوب و7 من رفاقه في تبادل إطلاق النيران استمر 72 ساعة بعد ما قطعت الكهرباء عن 3 قرى. طبعا الفيديوهات اللي انتشرت للاشتباكات خلت ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل ازاي النظام يسمح لشخص خطير زي ده انه يمتلك كل الأسلحة دي وعلى مدار سنين. الإجابة ببساطة صديقي العزيز، لأن نظام السيسي في الأساس بيرعى الناس دي ودايما بيحاول يجندهم عشان يستغلهم لصالحه وقت الحاجة، سواء بقى في قمع مظاهرات أو انتخابات أو حتى يعملوا فوضى وقت اللزوم. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده كلام السيسي نفسه لما طلع قبل كده واتكلم عن مخطط يهد بيه مصر، بأنه يدي 1000 جنيه وشريط رمادول ل100,000 إنسان ظروفهم صعبة ويعمل بيهم حالة ويهد بيهم مصر. وطبعا مش محتاج أقول لك إن السيسي نفسه هو راعي البلطجية والخروج عن القانون في مصر. وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيته و20 جنيه وشريط رمادول ل100,000 انسان ظروفه صعبه، انزله يعمل حاله بكام؟ لو انا مش هدي لهم بقى 20، الدنيا غليت، هدي له 1000 جنيه. هدي له كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال100,000 يبقوا بكام؟ ب100 مليون جنيه. من أول الضابط أحمد اللي يسيب حد من المتظاهرين مش هيتحاسب، لحد إفراجه بعفو رئاسي عن عشرات الضباط اللي مدانين بأحكام قضائية. ده غير بقى رعايته للبلطجي صبري نخنوخ اللي أصدر له عفو رئاسي بعد ما كان محكوم عليه بمؤبد بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات، وما قضاش في السجن
غير 6 سنين بس. وطبعا نخنوخ رد بالجميل، وكان أول المبايعين للسيسي للحكم في الانتخابات الأخيرة، وأعلن تأمين فعاليات حملة السيسي بعد ما اشترى شركة فالكون اللي عندها تراخيص أسلحة مش موجودة عند أي شركة أمن تانية. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. أحب أقول إن إحنا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده العظيمة والتضحية في 2013 وحماية الوطن، وربنا يوفقك بإذن الله سيادة الرئيس، ومصر كلها في ظهر سعادتك، وبإذن الله مدة رئاسية جديدة على خير بإذن الله، وإحنا نبايع السيد الرئيس. والحقيقة صديقي إن فكرة الاستعانة بالمواطنين الشرفاء دي قديمة من أيام نظام مبارك، لما كان بيستخدمهم في الانتخابات البرلمانية على مدار حكمه خلال 30 سنة، واللي كانوا بيساهموا في تهديد المرشحين ومؤيديهم اللي بينافسوا الحزب الوطني. وكل اللي فات كوم ورعاية السيسي لرئيس ميليشيات اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني كوم تاني خالص. قصة العرجاني مع السيسي بدأت في لقاء القبائل البدوية في شهر مايو سنة 2014 ضمن حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية، واللي العرجاني دعمه فيها في سيناء. وبعد ما ساعد السيسي في تهدئة الأوضاع في سيناء ودعمه في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، طبعا كان لازم يقبض الثمن، وهو إنه بقى رجل الأعمال الأول، أو تقدر تقول الأوحد، داخل سيناء. وبعدها بسنة، وتحديدا في مايو 2015، كانت أول صفقة كبيرة تعملها مجموعة العرجاني بشراكة مباشرة مع الجيش من خلال إنشاء المجمع الصناعي للرخام والجرانيت. واستمر النشاط وتوسع العرجاني بعدها، وانطلق عشان يشتغل في كتير من المجالات وبعقود حكومية خلت مجموعة العرجاني للمقاولات هي المسيطر الوحيد على كل أعمال المقاولات اللي تمت في سيناء. العرجاني أسس شركات كتير بتشتغل في كل حاجة، طبعا بشراكة من الباطن مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة، واللي بتربطهم علاقة صداقة قوية جدا. وكلنا عارفين طبعا قصص سبوبة معبر رفح واستغلال معاناة أهالي غزة طول فترة الحرب، والكلام اللي قلنا عنه في أكتر من حلقة. إبراهيم العرجاني نفوذه الاقتصادي بقى فوق الخيال، لدرجة إنك كل كام يوم تلاقي ابنه الصغير يطلع يتكلم عن مشاريع بمليارات الدولارات وتستضيفه أبرز القنوات الإعلامية. لكن الخطر الأكبر هو نفوذ العرجاني العسكري، واللي يعتبر بيهدد أمن الدولة بسبب امتلاكه ميليشيا مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة ومواكب عربيات الدفع الرباعي وأجهزة التشويش، ولا أكنه رئيس جمهورية. وطبعا ناس كتير اتكلمت عن ميليشيات العرجاني، وإزاي يكون في ميليشيا مسلحة داخل سيناء أو داخل مصر عموما وتكون خارج إطار القانون، ولا هي تبع جيش ولا شرطة ولا حتى الحكومة ليها سيطرة عليها. طب ليه السيسي مصر إنه يرعى البلطجية والناس المشبوهة دي؟ الإجابة صديقي العزيز، وزي ما المثل بيقول المصالح بتتصالح. العرجاني بيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه أحمد عز أيام مبارك، بس بشكل أكثر سوء. السيسي بيستخدم العرجاني في أكتر من حاجة، أولها إنه بيعمل حساب اليوم الأسود. يعني لو في يوم من الأيام الجيش فكر يعمل انقلاب ضده، ممكن ولو احتمال ضعيف تكون ميليشيا العرجاني هي اللي بتحميه أو بتهدد الأوضاع في البلد. تاني حاجة بيستخدم فيها السيسي العرجاني إنه عبارة عن ستارة للسيسي من خلال شركاته اللي محمود السيسي شريك خفي فيها زي ما قلنا، فيقدر ياخد هبرة من المليارات دي بدون رقابة أو حساب عليه هو وابنه، وهو كله باسم الحاج إبراهيم. والدليل يا صديقي العزيز إن عندك مثلا بيزنس معبر رفح ده بيتم تحت إشراف وأعين ضباط المخابرات اللي سايبين رجالتهم على معبر رفح، وهو كله بيسترزق يا صاحبي. اللي ضحكك بقى إنه وسط كل العبث اللي إحنا عايشين فيه ده يجي السيسي يقول لك أنا ما لقيتش بلد، أنا ادوني دي وخدت أي حاجة. والله العظيم انا ما لقيت بلد، انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجه. قال لي خد دي. أهي البلد الأي حاجة اللي ادوها للسيسي دي بقى فيها إبراهيم العرجاني 2 في 1، رجل أعمال وزعيم ميليشيا وبيقوم بمهام الجيش، وفيها صبري نخنوخ بيأمن الانتخابات وبيعمل دور الشرطة من خلال المواطنين الشرفاء. فعشان كده صديقي العزيز، في جمهورية الموز اللي احنا عايشين فيها تحت حكم السيسي، مش هنقدر نلوم ظهور واحد زي محمد محسوب ولا أي خط جديد للصعيد أو لسينا، لأن ببساطة العيب مش عليهم، العيب على النظام اللي فضل يرعاهم ويستغلهم لمصالحه الشخصية، سواء لضابط عشان يحصل على ترقية أو نظام عشان يحصل على الحماية. والعيب كمان في النظام الفاشل اللي اتعمد تهميش الفئات الفقيرة دي وتجهيلهم، لأنه شايف إن التعليم هيعمل إيه في وطن ضايع، وطبيعي هيظهر كل يوم خط جديد للصعيد والدلتا وسينا، لأن اللي بيحكمنا هو الخط الأخضر. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف.
واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.